لو انت خلاص اتعلمت فرونت اند، دي اهم السكيلز اللي انت ممكن تتعلمها عشان تزود من مهاراتك اكتر. اول حاجه محتاج تقرا وتتعلم اكتر عن الفيتشرز الجديده في السي اس اس، زي النستنج، زي السب جريد، زي الكويريز وغيرها كتير. ممكن كمان تتعلم سي اس اس بوست بروسيسور، ممكن مثلا بوست سي اس اس. محتاج تقرا كتير قوي عن الويب كومبوننتس والفكره بتاع الويب كومبوننتس، وطبعا عن المايكرو فرونت اند لو انت ما دوستش شويه في القصه دي. لو انت شغال رياكت محتاج تدوس اكتر في النكست والباكجز اللي ريليتد بالنكست، طبعا من اشهرهم نكست اوث. ممكن تتعلم يو اي لايبراري جديده، وانا ريكومند جدا شيد سي ان. لو انت شغال انجلر يبقى محتاج تقرا كويس جدا عن الكونسيبت بتاع السيجنالز وتبدا تستخدمه في البروجكتس اللي انت بتمبلمنت فيها او اللي انت شغال فيها دلوقتي. طبعا محتاج تتعلم يونت تيستنج على حسب بقى التول اللي انت بتشتغل بيها. ويا ريت لو تقرا اكتر عن مفاهيم اساسيه زي الريزيومابيلتي وزي البروجريسيف هايدريشن. وطبعا لو مش عارف يونت تيستنج محتاج طبعا تتعلم يونت تيستنج. ويا سلام لو قريت اكتر وطورت اكتر في الجزء بتاع الاكسسبيلتي. دي تقريبا من اهم الكونسبتس اللي انت محتاج تطور نفسك فيها لو انت اصلا شغال فرونت اند. قولوا لنا في الكومنتس ايه المفاهيم التانية اللي انتوا شايفينها ممكن تفيد وتطور اكتر اي فرونت اند ديفلوبر شغال دلوقتي.